بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح الوايل لوب، وده طبعا من ضمن الكنترول ستراكشر في البي اتش بي. اول حاجه هنفهم يعني ايه الوايل لوب. الوايل لوب هو تعبير ببساطه بتعمله ازاي. بتكتب وايل، بعد كده ما بين قوسين بتكتب اكسبريشن، وبعد كده ما بين كيرلي بريس بتكتب ستيتمنت، بعد كده تقفل الوايل. الوايل زي ممكن نمثلها بمعنى طالما، او لو الفيربول مثلا نم اصغر من او يساوي 10 نفذ كذا. يعني طالما الفيربول نم اصغر من او يساوي 10 تنفذ كذا، ويعيد نفسه لغاية لما الشرط اللي هو نم اصغر من او يساوي 10 يطلع بفولس. لو طلع بفولس يطلع من الوايل، يطلع من الوايل لوب. بس طالما الشرط ده بيتحقق يبقى هيفضل ينفذ الستيتمنت بتاعت الوايل لغاية لما الشرط يطلع فولس، وبعد كده يطلع من الوايل لوب. عشان تبقى واضحة طريقة كتابتها بتبقى كده. هنعمل بس الأول نم يساوي مثلا 1، نقول له مثلا وايل، بعد كده بنحط هنا الشرط ونفتح قوسين بالطريقة دي، وهنا نكتب الستيتمنت. أو الطريقة التانية ممكن نكتب وايل وهنا الشرط، ونقوم عاملين نقطتين فوق بعض ونكتب end while بالشكل ده، وهنا الستيتمنت. هستخدم أول طريقة، مش هتفرق يعني، هي عملية تنظيمية مش أكتر. هنا مثلا هقول له while num أصغر من أو يساوي 10. يعني هنا بقول له إيه؟ طالما إن num أصغر من أو يساوي 10. طب هو num 1 يبقى فعلا أصغر من أو يساوي 10. طالما إن num أصغر من أو يساوي 10 تنفذ اللي هنا لغاية لما قيمته تتغير. طب أنا هغيرها ازاي؟ ببساطة هضيف في نهاية الوايل num بلس بلس عشان أزود ل1. فهنا هيقول num أصغر من أو يساوي 10. طيب فعلا ده بطلع ترو، يقوم منفذ الأكواد اللي هنا. وصل لغاية num بلس بلس يبقى num بقى 2، يبقى هنا num أصغر من أو يساوي 10. تمام، هينفذ هنا. هنا num بقى 3 أصغر من 10 ب4 5 6 7 8 9 10 برضو يساوي، ينفذ لغاية لما بقى 11. هل بقى كده أصغر من أو يساوي 10؟ لأ، يقوم طالع من وايل لوب. طب ايه فايدتها؟ فايدتها انك بتكرر حاجات بدل ما تفضل تكتبها اكتر من مرة. يعني مثلا المثال ده مثال بسيط جدا، ممكن نطبع الارقام من 1 ل10. ازاي؟ عشان تبقى واضحة اكتب الكود من الاول. num يساوي 1. جميل كده. هقول له طالما ان num اصغر من او يساوي 10 تطبع لي num. اقول له echo num، واقول له num بلس بلس بالشكل ده. يبقى هنا num تساوي 1. جميل. 1 اصغر من او يساوي 10 قوم طبعه، يقوم طبع 1. بعد كده هيبقى 2، يقوم رايح هنا 2 اصغر من او يساوي 10 يقوم طبعه، يبقى طبع 2. هنا هيزود يبقى 3، هنا 3 اصغر من او يساوي 10 يقوم طبعه 3. بعد كده يزود 1 يبقى 4، 4 اصغر من او يساوي 10 يبقى يطبع ال4. بعد كده تبقى 5 الخ 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 لغاية لما يوصل ل10. 10 يساوي 10 هيقوم طبع 10. بعد كده يزود يبقى 11، 11 مش اصغر من ولا تساوي 11 يقوم طالع منها. يبقى هنا يطبع لنا من 1 ل10. نجرب. انا كنت عامل المثال ده قبل كده، تمام. طبع لنا من 1 ل10. عشان تبقى في صورة منظمة ممكن نقوم عاملين بالشكل ده كده. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بدل ما تكتب اكواد طويلة عشان تطبع من 1 ل10، لا، بكام سطر؟ 1 2 3 4 5، 5 سطور تقريبا. وفرت على نفسك كتابة كلام كتير في اكتر من 10 سطور. ده ببساطة وظيفة الوايل لوب.